انا اعرف واحده صاحبتي كانت بتعمل assignments في الجامعه للناس كلها حرفيا، لدرجه انها كانت بتصحى من النوم على ارقام غريبه بتتصل بيها تطلب منها الاساينمنتس تتعمل لهم. برضو دي امز على الماسنجر. يا فلانه ازيك، يا فلانه ازيك، انا سمعت ان انتي بتعملي assignments وكده، بعد اذنك ممكن تعمليها لي؟ يعني رقمها توزع على الدفعه، والفيسبوك بتاعها توزع على الدفعه، والناس بتطلب منها بطريقه انتوا لا تتخيلوها لجميع المواد. ومن دون كانت بتعملها كمان من دون مقابل مادي، يعني هي كان ممكن تكسب من الموضوع ده، بس واحنا كنا في جامعه خاصه فالناس او الشباب دول ما يفرقش معاهم فلوس خالص، بس هي عشان طيبه زياده عن اللزوم. دلوقتي يعني ايه كويس ان انا اتعرفت عليها، عشان دلوقتي بقيت بعلمها ازاي تتعامل مع الناس دي. يعني حتى ساعات كنت بقول لها بس يا people pleaser، بطلي. من الحاجات اللي تخليك ما تعرفش تقول لا لحد، يا اما محبه الناس، ان الناس هتشوفك بني ادم لطيف انك بتحب تساعدهم، او خايف من رد فعلهم سواء يزعلوا او يزعقوا لا ليه ما تعمليش الحاجه دي. يعني مثلا اكيد مفيش حد هيحبك علشان انت هتعمل له حاجته، هو ده مصلحه. يعني متضحكش على نفسك انه فعلا هيحبك، على فكره هو فعلا مش هيحبك عشان انت بتعمله الحاجه دي. لو هدفك ان انت تسعى لمحبه الناس خالص، ما سمعتش عن حاجه اسمها مصلحه. اتنين، هو اكيد مش هيزعقلك علشان انت مش هتعمله الحاجه دي، مفيش حاجه زي كده، هي خوف من عندك زي ما انت خايف تقول لا بالظبط. بس خليني اسالك سؤال، لو في الحالتين الحاجتين دول صح، لو حد فعلا هيزعقلك او فعلا في حد هيحبك عشان انت بتعمله الحاجه دي، هيفرق معاك في ايه في حياتك؟ يعني يا ريت كده توقف الفيديو وتفكر هيفرق معاك في ايه. مش هيفرق في حاجة، انت مش هتصحى من النوم للمدرسة أو للشغل مبسوط وبدري علشان صح أنا عملت حاجة لحد دي النهاردة، عملت الحاجة دي لحد النهاردة وما زعقليش أو حبني، أو اللي هو ابتسم لي حسيت اللي هو بيحبني. هتصحى بدري عشان كده، هتنجز في شغلك أكتر عشان كده. أنا متضايق النهاردة، أيوة صح أنا عملت حاجة لحد النهاردة وما زعقليش أو كان وراني إن هو بيحبني، لا أنا هعمل شغل أحسن. كل ما تتضايق وتمر في موقف وحش وتعيط ايوه صح انا مش عملت حاجه لفلان هو دلوقتي بيحبني، اكيد لا، يعني اكيد مش بيفكر فيك اصلا. يعني انت ممكن حتى تقول ايوه على حاجه وانت مش قادر تعمل الحاجه دي او مش شاطر في الحاجه دي، فمن كتر ما انت بتكون شخص كويس بتدرس الحاجه دي او بتذاكرها علشان تعرف تحلها عشان تديها للشخص ده، الشخص ده مش فارق معاه الحاجه. انت متخيل؟ يعني انت لو فكرت في نفسك مش فيه هتحس ان الموضوع مش مستاهل، ولو فكرت فيه هو، هل هو بيحبني، هل هو هيعمل لي حاجه قصاد الحاجه اللي انا عملتها له دي؟ لا. فقولي بقى انت كده على احساسك وانت بتيجي على نفسك علشان تعمل حاجه لحد انت مش فارق معاه، والحاجه دي تاخد منك وقت ومجهود، المفروض اي حاجه تاخد منك وقت ومجهود تاخد مقابلها فلوس. ايه طريقه التفكير اللي انت ماشي بيها دي لحد دلوقتي؟ يعني الناس اللي دلوقتي مواليد 2007 او الاطفال الصغيرين ولا الناس اللي في ابتدائي واعدادي، انصح منك في الجيل ده دلوقتي، انصح منك. فانت ماشي بطريقه التفكير دي على اساس هتوصلك او هتخليك بني ادم عامل ازاي في الاخر؟ بجد يعني تخيل تبقى متجوز ومخلف او متجوزه ومخلفه وبتشتغلي وعندك ناس احسن منك واقل منك وتتعاملي مع الناس في الشارع وانت طريقه التفكير دي، انت فعلا مش خايفه او مش خايفه على نفسك في الشارع ممكن تتعامل مع حد يتسلط عليك حد مش كويس يستغلك؟ يعني ساعات صاحبتي دي بقول الحمد لله ان ما جالهاش حد معين طالب منها طلب معين، عشان هي انا عارفه انها مش هتقول لا. فانت مش ازاي مش حابس نفسك في البيت علشان خايف حد يضحك عليك بما ان في عندك جزء من السذاجه وانت ساكت؟ بغض النظر عارف او مش عارف، بس اظن ان انت عارف، يعني اظن ان انت عارف فكره احساس ان انت بتبقى متضايق تعمل لحد حاجه بتتعب فيها وبتاخد وقت ومجهود وبتبقى ممكن اصلا تكون مش حاببها، بس انت مش قادر تقول لا، مش قادر، مش مفهمش في الموضوع ده، خلي حد تاني يساعدك، مش فاضي، ما عنديش وقت، مش عايز ببساطه. فانت ليه بتسعى لرضا الناس قوي كده؟ هو ايه؟ مين دول اللي بتسعى لرضاهم يعني؟ هل فعلا الإحساس ده يكافئ أو يساوي فكرة إن هما ابتسموا لك أو قالوا لك بجد ميرسي شكرا أو مش عارفة إيه، وحتى ممكن يردوا ببرود، بس خلينا نقول إن هما ردوا رد كويس، هل الرد كويس ده هيبرد عنك تعب الشغل اللي أنت هتشتغله عشانهم؟ وشوف كام واحد هيطلب منك أصلا، شوف أنت هتنهك إزاي. فبس مش هتبقى بس في الجامعة، لا هتبقى بس في الحياة عامة، يعني أنت بتشتغل الناس ما بتشتغلش لنفسك،
وده معناه في حاجات تانية كتير بتنم عن شخصيتك برضه هتبقى سلبية، مش هتبقى بس فكرة إن أنت بتسعى لرضا الناس أو خايف تقول لأ أو خايف من رد فعلهم أو زعلهم. هتبقى في حاجات عندك عيوب كتيرة جدا فيها، أنت بتيجي على نفسك كتير وما بتقدرهاش صح. فكرة أنت ما تقدرهاش صح هتشوف نفسك قليل في كل حاجة، إن أنت من حقك إن أنت يكون معاك القليل، وإن الناس التانية هي اللي يبقى معاها اللي هي اللي تبقى أحسن منك، وإن أنت تقبض قليل، وإن أنت مركزك يبقى قليل، وإن أنت بين اللي حواليك قليل، عشان أنت مش مقدر نفسك صح، ومش تايب على نفسك، مش حاطط في نفسك مجهود، لا أنت بتحط مجهود في للناس التانية. فمتى تنوي أن تستفيق؟ بس كده.